الفلسفة بشكل عام كبرانش معرفي كامل. طبعا الفلسفة مش علم زي ما انت فاكر. الفلسفة مش علم. الفلسفة عبارة عن طريقة تفكير او لايف ستايل او عقلية معينة في التفكير. يعني طريقة التفكير دي اسمها فلسفة. لكن الفلسفة مش علم. لكن بيجي برانش من برانشات الفلسفة حاجة اسمها الرواقية. الرواقية هي انجاز التعبير لايف ستايل، طريقة حياة معينة بتعيشها. شبه كده التيشيرت ده لبس بتلبسه. في هل يعني التيشيرت ده عبارة عن لون وشكل بيخلق لك ذائقة. الذائقة او بيسموها الذائقة او الموضة او الذوق العام بتاعك في اختيار اللبس هو ده. واخد بالك؟ فدي نقطة. فالرواقية احدى ذوائق، جمع ذائقة، او احدى موضات، او احدى الفلسفات انجاز التعبير التي خرجت من رحم الفلسفة. ومؤسسها هو إبيكتيتوس. أنا آسف، مؤسسها هو زينون الرواقي. وهو فيلسوف قبرصي، كان عايش في قبرص. هذا الرجل كان بينتقل بين قبرص لأثينا اليونان القديمة بالسفينة بتاعته عادي جدا. تاجر زي أي تجار العالم كله ساعتها. الكلام ده امتى؟ من 2300 سنة. من 2300 سنة، يعني من حوالي نقدر نقول 300 سنة قبل الميلاد. من 300 سنة قبل الميلاد. فهو زينون بيتحرك من مدينة من قبرص، يعني بيروح لأثينا. فلسوء حظه السفينة غرقت وهو عرف ينجو من الغرق. في روايات أخرى بتقولك إن هو أصلا يعني هو أصلا لا، السفينة دي ما كانش هو يقطنها، ما كانش هو فوقيها، ما كانش هو كان موجود جواها ساعتها. لا، كان منتظر السفينة إنها تيجي من قبرص على أثينا. فهو أول ما عرف الخبر إيه اللي حصل بقى؟ النتيجة الغير متوقعة إن هو خد الأمور بصدر رحب. الحمد لله على كل حال. كويس إنها جت على قد كده. كويس إن أنا ما كنتش موجود أصلا في السفينة، كان زمان غرقت مع السفينة. يعني خد الأمور بطريقة سلسة. ومن هنا ظهرت فلسفته. طلعت من رحم المعاناة. يعني هو رجل بيبتدي من الصفر. مفروض هو بيبتدي من الصفر. انا سفينتي غرقت، فخلاص بقى انا كده بقيت فقير، هبتدي بقى ابني الثروه من اول جديد. ولكن زينون الرواقي لما راح اثينا بعد ما السفينه غرقت، مشي كده على شط اثينا، فقابلته مكتبه. فقال لك انا اقعد في المكتبه دي اشوف لعل اجد ضلتي في المكتبه. فاول كتاب طبعا دخل على امين المكتبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا مش بقول السلام عليكم، هو مش راجل مصري يعني، بس انا بقول لك يعني محتوى الكلام. يعني هو سأل الراجل السلام عليكم. وعليكم السلام، ممكن تديني كتاب حلو كده اقراه؟ قال له ماشي، اتفضل. الكتاب ده لأفلاطون، كتاب أفلاطوني عن سقراط. أحد كتب اللي ألفها سقراط. أنا آسف، أحد الكتب اللي ألفها أفلاطون عن سقراط، يعني نقلا عن سقراط. لأن إحنا عارفين إن سقراط لم يكن سقراط لم يؤلف كتبا أصلا، يعني ما كانش بيألف كتب. فالمهم صاحبنا زينون الرواقي، اسمه كده زينون الرواقي، أو هو كان مشهور ساعتها باسم زينون القبرصي قبل ما تلبس فيه او يلبس في رداء او يلبس رداء الرواقية. فهو كان اسمه زينون القبرصي. فزينون قرا كتاب بتاع سقراط، بتاع افلاطون اللي ترجمه عن سقراط. ف اعجب جدا بالكتاب، قال لك ايه ده جميل جدا. طب انا ليه ما عملتش فلسفة زي سقراط ده؟ فابتدى بقى يطلع ويقرا ويتعلم. يقول لك ايه ده، القرايه حلوه، دي طلعت حاجه حلوه. وبعدين بشكل او باخر عرف يجمع حواليه حاشيه او اشخاص كتير حواليه. ابتدى جماهيريته تكبر، فعمل مدرسه او عمل حاجه شبه الرواق. يعني الرواق يعني مكان معين كده. الرواق ده شبه كده ايه، اللي عارفين انتوا مثلا مدرسه وقت الفسحه بتلاقي مثلا رواق المدرسه مفتوح. الرواق يعني زي كده مكان الفسحه او مكان بيتجمع فيه اشخاص معينين، شبه كده حديقه، او ما اعرفش معناها الترجمه العربيه ايه بالظبط، لكنه
رواق. اوكي، فزينون هنا يعني عمل بقى فلسفته التي مشى على اثرها سينيكيا او سينيكا الفيلسوف الروماني، وماركوس اوريليوس فيلسوف الروماني برضو اللي هو الامبراطور ماركوس اوريليوس. ف ده كان زينون الرواقي، الكارثة التي ولدت الفلسفة. ف وغريبا هي طلعت الفلسفة الرواقية بالذات. طب ايه هي الفلسفة الرواقية؟ هقول لك دلوقتي معناها. طبعا انت لو قارنت بين، اقول لك دلوقتي معناها الفلسفة الرواقية وايه اللي يحصل لو يعني ليه هي متميزة عن بقية الفلسفات، فلسفة كانت، فلسفة هيجل الى اخره. الرواقية هي فلسفة نفسية في المقام الأول، قائمة في الأساس على إنك أنت يعني تتعامل إزاي مع المشاكل والأزمات، وحتى مع وقت الرخاء تتعامل إزاي نفسيا. فقال لك أنت مش بإيديك حاجة. المشاكل الكبيرة، حروب، زلازل، كوارث طبيعية، حتى مجرد الحاجات البسيطة، انتشار الجهل بين الناس، انتشار الفقر بين الناس، صعوبات في المشاكل أو صعوبات يومية إلى آخره. المشاكل دي تتعامل معاها كفيلسوف رواقي. يعني تعمل ايه؟ الحاجات اللي بايديك تعملها، انك لو انت بايدك تغير المشكله دي غيرها بايديك واسعى في اتجاه فيها. طب نفرض انا مش قادر، حاجه كبيره فوق قدرتي وارادتي، خلاص ما خليهاش تتحكم بيه نفسيتي. نفسيتي هي اللي اقدر من خلالها ان انا اسود العالم كله. ليه؟ لان العالم كله متاثر بالواقع السلبي، بالواقع السيء، الا انا مش متاثر. دي بقى الفلسفه الرواقيه باختصار، انك انت مش متاثر بالبيئه السلبيه او بالمشاكل السلبيه الى اخره، ولكنك عندك ثبات انفعالي، وعندك قدره على ضبط النفس، وقدره على تكوين مناعه نفسيه حواليك وهاله نفسيه انجاز التعبير. ده باختصار الفلسفه الرواقيه. طب هي ليه تختلف عن فلسفه كانت وهيجل؟ كانت الفيلسوف الالماني، وهيجل الفيلسوف الالماني برضو. لان فلسفه كانت وفلسفه هيجل فلسفه نظريه مش عمليه، مش واقعيه، مش بتمس الواقع. هي فلسفه نظريه تتامل في الوجود، في الكون، في العقل، في الانسان، ان تدي حلول نظريه للامور. بينما الفلسفه الرواقيه هي فلسفه عمليه، تغير الواقع، تبتدي تعمل، بتغير الواقع اما عن طريق تغييره فعليا، انك بتغير الواقع فعليا، او بتغير نفسيتك بحيث هي ما تتاثرش بالواقع. دي كانت فلسفه زينون الرواقي مؤسس الفلسفه الرواقيه. فعندي بعد كده قصه غريبه جدا من ايبيكتيتوس. انا اسف، انا قلت على ايبيكتيتوس ان هو فيلسوف روماني، لا هو يوناني مش روماني. المهم ايبيكتيتوس فيلسوف يوناني قال لك طبعا ايبيكتيتوس لقوا في احد كتبه مؤلفاته ان هو كان بيكتب يعني هو الناس كده غريبه جدا ربطت بين محتوى التيك توك. عارفين المحتوى السريع اللي انت بتتفرج على مثلا فيديو مدته 30 ثانيه تقوم قالب، تقوم بتتفرج على فيديو تاني 30 ثانيه تقوم قالب، تقوم بتتفرج على فيديو تالت 30 ثانيه تقوم قالب، وهكذا 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 حد في فيديو رقم 100. لقوا ان مؤلفاته شبه التيك توك بالظبط. ده شيء عجيب ان هو بيختصر، بيديك معلومه، بيديك نصيحه: لا تقوم النوم الا وانت مبتسم لان الابتسامه تقوي العقل. انا بقول مثلا يعني بيديك نصيحه في سطرين بالظبط، يقوم داخل في النصيحه اللي بعدها، داخل في النصيحه اللي بعدها. ده ده ابيكتيتوس. طريقه غريبه فيه دي كانت طريقه ثوريه ساعتها. يعني فكره ايه؟ انك تدي نصايح، وشبه التاملات، كتاب التاملات بتاع ماركوس اوريليوس الامبراطور اليوناني الروماني قصدي. بيديك تاملات او بيديك كده افكار بسيطه سريعه سريعه سريعه. فالناس الكتاب والمثقفين والنقاد شبهوا تاليفات او مؤلفات ابيكتيتوس بمحتوى التيك توك السريع، لانه بينتقل بين يعني نصيحه ونصيحه على طول بدون ما يفرد لها محتوى مكتوب او يعني
بيشرح النصيحه دي بتقصد ايه، بيخش على طول في الجد، بيديك نصيحه جاهزه على طول. فده إبيكتيتوس وعصر المحتوى القصير. وبعدين يا أصدقائي العامل النفسي مهم جدا في المسألة. يعني ليه الفلسفة الرواقية بزخ نجمها؟ عشان احتياج نفسي، عشان الناس محتاجة فعلا الفلسفة دي، فلاقت رواجا كبيرا جدا. حتى على اليوتيوب جايبة في محتوى كبير جدا بيتكلم عن الفلسفة الرواقية، وازاي الفلسفة ازاي تكون حكيم مع الناس، ومع مع نفسيتك تكون راضية دايما، وازاي تعمل كذا وازاي تعمل كذا. نصائح نفسية جاية في وقت حرج، جاية في وقت الاحتياج النفسي والعامل النفسي والقلق العصري. في كاتب اسمه ريان هوليداي، اسمه كده، كاتب امريكي اسمه ريان هوليداي، عمل شبه كده نموذج إبيكتيتوس في المحتوى القصير اللي هو مبني على النصايح. عمل تطبيق ده مش عارف اسمه ايه بصراحة، نسيت اسمه. التطبيق ده بيقول لك لكي تكون، بيديك مثلا نصايح، بيبعت على ايه اشعارات كل يوم، يديك مثلا 3 اشعارات، 3 رسائل. يقول لك مثلا حكمة اليوم، يجب عليك ان تكون كذا 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 لكي تصل الى كذا. حكمة اليوم، لكي تكون سعيدا يجب عليك ان تفعل كذا كذا، في اقل من سطرين او 3 سطور بتجيلك هيئة اشعارات. الكاتب ده عمل يعني حاجة غريبة، يعني حاجة ثورية فعلا ساعتها. وكان ده من قريب، عامله من قريب، يعني هو الراجل ده معاصر لينا يعني مش قديم يعني. بيديك حكم عن هيئة اشعارات او رسائل بتجيلك على موبايلك. اسم الكاتب ريان هوليداي، كاتب امريكي. وبعدين في نقاط بقى للفكرة دي، فكرة بيسموها الرواقية لايت. بيقول لك ان العملية دي نقاط الفكرة دي، يعني فكرة إبيكتيتوس وازاي هو يختصر الرسائل بشكل مختصر، والتأملات، كتاب التأملات بتاع ماركوس أوريليوس إلى آخره. في بقى النقد للفكرة دي. ايه النقد؟ يقول لك الرواقية بقى أصبحت لايت، أصبحت محتوى تافه. يجيب لك كده نصيحة في أقل من، يعني بيديك كده نصيحة في سطور قليلة. طب انا استفدت، انا عايز اقرا، عايز اتعمق، عايز فكري يكون عميق، عايز اقرا النصيحه وكمان الابعاد النفسيه بتاعتها، الاحوال السياسيه بتاع السياق النفسي، السياق السياسي، السياق الاقتصادي، السياق الى اخره. السياق بتاعها فين؟ انت تديني كده نصيحه على طول كده وتجري؟ لا، ما ينفعش. فالنقاط هنا قال لك لا، سينيكا وماركوس اوريليوس، إبيكتيتوس، وزينون الرواقي او القبرصي الى اخره من الفلاسفه، النقاد بتوع نظريه او فلسفه الرواقيه بينتقدوا الفكره دي، فكره السطحيه او الرواقيه لايت، سموها كده بيتريقوا يعني عليها. وبعدين في حاجه برضو غريبه جدا، في قصه بتاعت ماركوس اوريليوس. الامبراطور الروماني، كان امبراطور، ملك رومانيا او ملك امبراطورية الرومانية كلها كبيرة جدا. فهو بشكل او باخر في اثناء الحروب كان بيعمل فتوحات وبيوسع من الرقعة الجغرافية والحدود، بيوسع من الحدود والرقعة الجغرافية بتاعت بتاعت الحضارة او بتاعت الدولة الرومانية بتاعته. فاثناء الحروب، وقت الراحة كده ما بين كل غزوة وغزوة او بين كل حرب وحرب، كان بيقعد كده في الخيمة بتاعته جايب ورقة وقلم ويكتب يكتب يكتب يكتب. ليه بقى؟ لانه قال لك انا بكتب مش عشان الكتاب ده ينتشر، كتاب التأملات، كان بيكتب نصائح لنفسه. ولكن ابن الحلال اللي وقعت تحت ايديه النصايح دي قام عمل ايه؟ قام طبع الكتاب ونشره، فانتشر زي النار في الهشيم، واصبح له شهرة عالمية كتاب التأملات. بس انا افتكر اني قريت منه 5 صفحات او 10 صفحات، ما عجبنيش. ليه؟ لان محتوى سطحي، رغم ان هو يعني حاجه كويسه، محتوى حلو. يعني هو للمبتدئين حلو جدا، لكن للمحترفين، قراء المحترفين، سطحي جدا. بيديك نصائح مباشره، اعمل كذا، سوي كذا،
سوي كذا بدون شرح. مش عارف فيها اكتر يعني، في تقريبا حوالي كام نصيحة. انت لو حسبتها كده الصفحة الواحدة فيها 7 نصايح. لو افترضنا ان الكتاب ده 200 صفحة، اضرب 7 في 200، يعني يديك نصائح كتير جدا. ممكن 700 800 الف نصيحة في كتاب كامل 200 صفحة. مش فاكر هو كام صفحة صراحة، بس اللي انا فاكره هو في كل صفحة في كذا نصيحة ورا بعضها كده. فده كان باختصار فلسفة الرواقية. طبعا طب انت ايه انعكاسات الرواقية على حياتك؟ ايه انعكاسات الرواقية على حياتك؟ انا مثلا قريت فلسفة الرواقية، هتستفيد ايه؟ هتستفيد ان انت اي نعم، انت لو كنت مبتدئ في القراءة، انصحك بشدة بالقراءة للرواقية او للكتب الشارحة للرواقية، مش الكتب الايه الكلاسيكية. ليه بقى؟ لان الكتب الشارحة للرواقية فيها بعضا من العمق، واخدين بالكم؟ بينما طبعا لا استذكر دلوقتي كتب معينة في الرواقية، كتب شارحة للرواقية يعني. بس انا اللي انا فاكره او اللي انا اعرفه يعني، ان الرواقية قراءتك للادب الكلاسيكي بتاع الرواقية، او مش الادب يعني، الكتب الكلاسيكية بتاعت الرواقية هتخليك انسان سطحي. رغم انها رغم انها آه مفيدة للمبتدئين، لكن للمتعمقين في القراءة لا انصح بذلك. بس